نشوفوهم حنا نحسبوا باللي السمنه هي ناتجه فقط عن الاكثار من الاكل ولا الخمول، يعني ما نديروش الاكتيفيتي فيزيك ولا رياضه في الحياه اليوميه تاعنا، ولكن ننساو جانب مهم ان فيه عوامل اخرى تؤدي بالسمنه، من بينها خلل هرموني مثل الغده الدرقيه ولا مرض السكري ولا الارق. النوم ثاني كي ما نرقدوش غايه، النوم عنده عامل كبير في التوازن تاعنا على الوزن تاعنا. ومن جهه اخرى كاين العامل النفسي اللي ننساوه، كاين عده فيها نوعين، كاين الاش دي ال وكاين ال دي ال. هادو الاش دي ال والال دي ال من نجيبوهم من الاكل تاعنا، عليها قلنا كاين دهون صحيه اللي تغذينا وتزيد من نسبه هاد الاش دي ال، وكاين دهون غير صحيه. الدهون غير صحيه كيما لي فريتور قليان تاع البطاطا، كاين زيوت مشبعه، كل ما هو دهن مشبع. نقدروا نتعلموا نقراو المكونات تاع الغذاء تاعنا قبل ما نشريو زيت ولا قبل ما نشريو اي مكون من الغذاء تاعنا، نقراو يكتبوا خالي من دهون الدهون، خالي من الدهون المشبعه ولا فيه دهون غير مشبعه. والمنظمه الصحيه العالميه تنصح باللي باش ما نتجاوزوش نسبه 10% من هذا الدهون المشبعه لانها غير صحيه للجسم تاعنا، ولكن لازم ما نتغاضاوش على الدهون الصحيه وهي ضروريه للجسم تاعنا. علاش؟ كاين في نسبه الطاقه تاعنا كاين بعض التحويلات. نعطيو مثال صغير، كاين 1 غرام من الدهن يعطينا 9 كيلو كالوري من الطاقه، يعني راهي مهمه في الجسم تاعنا وما نقدروش نتغاضاو عليها. وحنا عندنا فكره خاطئه نحسبوا الدهون غير داك الشحم اللي نشوفوه في الغذاء تاعنا، ولا لا، الحليب فيه دهون، الالبان فيها دهون، الجبن ايضا. وهنا كما شفنا في الصورات بينت لنا مصادر الدهون الصحيه اللي كان بيناتها البيض الثاني اللي نوجدوه في المائده الجزائريه تاعنا، اللي عليها يكون عندنا انتقاء. وباش نحرموا جسمنا من الدهون هادو من اضرار الرجيم العشوائي. من الاضرار الاخرى ان نوقعوا في النحافه، يعني انا كي نشوف باللي قال باللي هذيك توزن 60 كيلو هذاك هو الوزن المثالي تاعها، لا هذا خطا. علاش؟ عندنا كتله الجسم تاعنا نقسموها، كاين كتله العضلات لا ماس مسكولير، كاين اللي عنده دهون اكثر من العضلات، هذا نعم هنا خاصو حميه غذائيه. كاين اللي عنده العظم تاعو يقول لك خشين، كتله العظام تكون كبيره بزاف بالنسبه لانسان اخر، عليها ما لازمش نتغامروا في هذه الحميات بدون راي صحي مختص. ومن الاضرار الاخرى ثانيه عندنا لي كارونس، يعني نقص في المعادن والفيتامينات اللي تكلمنا من بينها فقر الدم. كاين مع فيتامينات اخرى اللي تعطينا تنجم عليها مشاكل اخرى كنا نشوفوا نوليو توجور في الدراسه تاعنا لان شفناهم هذه الاشياء، ولكن ننساوهم مع الوقت كما مرض كواشيوركور. كاين دي كارونس في لي فيتامين اللي يكون عندهم عواقب وخيمه، وخاصه الجانب النفسي عنده عامل مهم جدا، ويجي في حلتين. الحله الاولى هي هو يكون السبب في السمنه ولا الاختلال ولا النحافه، اختلال الوزن، والحله الثانيه هو يكون ناتج، يعني هذاك الضغط النفسي اللي نديرو على نفسي باش ننقص ولا باش نزيد. لاخاطر كاين ناس بزاف اللي تشوف راسها نحيفه وتقول لك لا خاصنا نزيد في الوزن تاعي باش يكون عندي الشكل المثالي، وهذه كلها تاثر على الجانب النفسي. شفنا الجانب النفسي في الصفتين، السبب نعم وفي الصفات الناتجه. وقادر الجانب النفسي هو اللي ما يخليكش تنقصوا باش نعطوا نعم. يعني حاولوا انكم دائما. شوف انا في البدايه مره قريت مقوله تقول لك انه اصل الامراض العضويه امراض نفسيه، يعني كل ما كنت نفسيا غير متزن تظهر لنا بعض الامراض، فلهذا حاولوا دائما انه المورال يبقى طالع مهما كان، حاولوا انه المزاج تاعكم يبقى ونفسيه تكون قويه. سيده بشرى البشوشه، شكرا لك في هذه الصبيحه، نورتينا، شكرا على كل هذه المعلومات القيمه اللي اعطيتيها لنا. الله يسلمك. وفي الاخير نصائح هذا بسرعه. كاين قلنا الجانب النفسي، يعني هنا نصيحه للاباء يشوفوا بان شفنا بزاف اطفال معرضين للسمنه حاليا، وكاين اللي تكون عن طريق ولا النحافه اللي نسميوها لانوركسي مونتال ولا لا بوليمي اللي ياكل ويعاود يروح اللي يتقيا اللي كلا. هادو كلها عوامل لازم، لا شفنا هذه التغييرات في الكومبورتمون تاع الاولاد تاعنا لازم علينا نردوا عليها الباب ونديو الولد تاعنا ولا الطفل تاعنا الى مختص وهو اللي راح يعالجنا. في بعض الاحيان كي نحلوا الجانب النفسي راح نحلوا كل المشاكل تاعنا. أكيد. بشرى فرح بابا أحمد في هذه الصبيحة وعلى كل المعلومات القيمة التي تهانا. وبالنهاية مش نقولوا للمشاهد الكريم أنه لا يهم الوصول إلى النقطة أو النتيجة المبتغاة، استمتعوا بالرحلة، استمتعوا بالتجربة، استمتعوا بهذا الرجيم، تعرفوا أكثر على جسمكم وجسدكم من خلال هذه الرحلة، رحلة الرجيم. وإن شاء الله أكيد المبتغى لما يكون الهدف ومصرين عليه توصلوه بإذن الله. ونروح الآن في هذه التحويسة والجو